Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في شان يوتيوب بي ام بيولوجي، وهذا راح يكون اول فيديو حنحطه في هذه القناة باذن الله. اتمنى ينال اعجابكم وتفهموا عليا بالبيان. هاد لا فيديو راح تكون على ان موديول فوندامونتال بور لي ال اف سيمستر 2 اللي هو لا بيولوجي انيمال. البرومي كور راح يكون لا غاميتوجيناز. لا غاميتوجيناز معناتها تشكل الامشاج. راح نشوفوا البروغرام تاع اول حاجه. راح نشوفوا البروغرام تاع هاد لو كور، راهو طويل شويه، راح يطلب منكم الحفاظه والفهامه في نفس الوقت. درك نتوما جيبوا ستيلو وجيبوا ورقه ولا كراس، وحاولوا النقطه اللي نفهمها لكم تكتبوها كما راني كتبتها في لا فيديو هنايا، بس كي تكتبوها راح تحفظوها في راسكم، تكتبوها وتحفظوها في نفس الوقت، هكا باش يجيكم كلش سهل. نبداو على بركه الله. بسم الله. هاو البروغرام راح نشوفوا ان ديفينيسيون جينيرال للغاميتوجيناز، وراح نشوفوا لي دو تيب تاعها اللي هما لي سبرماتوجيناز ولوفوجيناز. فلا سبرماتوجيناز معناتها تشكل النطاف. راح نديروا لا ديفينيسيون، راح نديروا لي تيستيكول، ليتاب دو لا سبرماتوجيناز، لي فاز دو لا سبرميوجيناز، لا ريغولاسيون دو لا سبرماتوجيناز. فلوفوجيناز راح نخليوها هي الاخرى، قاعد راكم تشوفوا فيها طويله بزاف وفيها تعقيدات شويه. L'ovogenèse فيها une définition، فيها un appareil génital féminin, l'étape de l'ovogenèse, l'étape de la folliculogénèse, l'ovulation, formation du corps jaune, cycle ovarien et le cycle utérin de l'endomètre, la glaire cervicale et le contrôle hormonal. راح نديروا petite définition للغاميتوجيناز. La gamétogenèse, c'est la différenciation des cellules reproductrices ou les gamètes. بمعنى هي عملية تشكيل الخلايا التكاثرية les cellules reproductrices، ونقدروا نقول لهم عملية تشكيل الخلايا الجنسية les cellules sexuelles ou les gamètes. les gamètes هما الأمشاج والأعراس، ونقدروا نقول لهم الأعراس. عندنا دو تيب من لي غاميت كما نعرفوا. عندنا لي غاميت مال الأمشاج الذكرية اللي هما لي سبرماتوزويد. النطاف لوغ فورماسيون سي لا سبرماتوجينيز. لو ليو تاع هذه العمليه يكون على مستوى لي غوناد اللي هما لي تيستيكول. لي تيستيكول هما الخصيتين، يعني مقر العمليه هذه راح يكون على مستوى الخصيتين. لي غامات فيمال لي زوفوسيت. الاوفوسيت معناتها بويضات. لو فورماسيون لوفوجينيز اليو دون لي غوناد اللي هما لي زوفاك. نقول لكم واش هما لي غوناد. عندنا دو تيب من لي غوناد، لي غوناد مال اللي هما لي تيستيكول خصيتين، ولي غوناد فيمال هما لي زوفاك. عندك نسيت نقول لكم لا غاميتوجينيز راهي الكلمه هذه راهي مقسومه اون دو. غاميتو جات من لي غامات، جينيز جات من لا برودكسيون ولا ريبرودكسيون اللي هي تشكل ولا انتاج. كيف هنا سبرماتوجينيز حتى هي مقسومه اون دو. سبرماتو جات من سبرماتوزويد، جينيز من تشكل ولا انتاج. هذه لا فورم جينيرال تاع لي سبرماتوزويد. اوفوسيت كيف اوفو جات من اوفوسيت، جينيز جات من تشكل ولا انتاج، وهذه لا فورم جينيرال تاعها. كما قلت لكم راح نبداو بلا سبرماتوجينيز وراح نشوفوا لا ديفينيسيون تاعها. La spermatogenèse هي لا عملية ولا c'est la différenciation de cellules spécialisées dans la reproduction, les gamètes mâles haploïdes avec un chromosome ou les spermatozoïdes. بمعنى هذه السبرماتوجينيز هي عملية تشكيل خلايا متخصصة في التكاثر، هما لي gamètes mâles الأمشاج الذكرية، وهما دي cellules haploïdes avec un chromosome spermatozoïde. ابلويد واش معناتها؟ عندنا حنايا نعرفوا باللي التشكل هذا راح يبدا بعده انقسامات، والانقسام هذا هو لاميوز اللي هو الانقسام الاختزالي، قريتوه في الازقه. لاميوز كيفاش راح يبدا بان سيلول مير راح تكون دوزان كروموزوم، وراح ينتهي في لافا راح يمدلنا 4 سيلول في افيك ان كروموزوم. يعني هذيك الصيغه الصبغيه دوزن هذيك راح تختزل، راح ترجع لنا ان يعني هذوك لي كات في لي كات سيلول في هذوك راح يكونوا ان ماشي دوزان، سما راح تختزل. كي تكون هذيك كي يكونوا كامل ان معناتها ابلويد، معناتها فرد ان برك. هذه واش معناتها ابلويد معناتها عندنا ان كروموزوم برك، هذا ما كان. او سبرماتوزويد. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ابلويد. اذا ما فهمتوهاش قولوها لي في الكومنتير، حندير لكم ان فيديو سبيسياليزي ليها وتفهموها كامل باذن الله. نكملوا.
قالك à partir de cellules souches diploïdes de un chromosome appelé les spermatogonies. كي قلت لكم باللي لا ميوز راح يبدا لنا بان سيلول ميغ راح تكون دوزان كروموزوم. هذه لا سيلول ميغ نقولوا لها ولا اسمها ابولي لي سبرماتوغوني. سبرماتوغوني هي سيلول ديبلويد. ديبلويد معناتها قلنا دوزان. ابلويد تفكروا من ابلويد معناتها ان واحد برك، ان واحد برك اللي هو راح يتشكلنا في لافا تاع لا ميوز. دوزان معناتها لا سيلول ماغ راح تبدا منها عمليه الانقسام الخلوي، معناتها دوزان. تفكروا ديبلويد معناتها دوزان، ابلويد معناتها ان. راح تبدا العمليه هذه من ان سيلول ماغ ديبلويد معناتها دوزان، وراح تنتهي بكات سيلول في ابلويد معناتها ان برك. ابلي لي سبرماتوغوني. هذه لي سيلول ماغ، هذه الخليه الام اسمها لا سبرماتوغوني. ديماغي السبرماتوغوني هي عبارة حتنطلق قلنا العملية من هذه الخلية السبرماتوغوني، وهي عبارة عن خلية جذعية أولية، معناتها هي سيلول ماغ الخلية الأم دوزان كروموزوم راح تكون معناتها ديبلويد. ديماغي دو لا بوبرتي كونتيني او كور دو لا في دو لوم. راح تبدا هذه العملية من سن البلوغ وراح تبقى طيلة حياة لو مال. عندنا لا كونتيتي تاع لي سبرماتوزويد في لو سبرم، لو سبرم هو المني، راح تنقص مي حتبقى طيلة حياة لو مال. سو ديرول دون لاباراي جينيتال مال au niveau du tube séminifère du testicule. هاد العملية راح تصرى في لاباراي جينيتال مال، معناتها الجهاز التناسلي الذكري، au niveau على مستوى لي تيوب سيمينيفير. لي تيوب سيمينيفير هما الأنابيب المنوية اللي يكونوا داخل لي تستيكول. من بعد راح ندخلوا في لي ديتاي، راح نديروا لي تستيكول واش كاين داخلها، وراح نشوفوا لي تيوب سيمينيفير واش كاين داخلها، وراح ندخلوا في لي ديتاي مليح مليح. هذه جوست ان ديفينيسيون سيتو. نعاودو قلنا se déroule dans l'appareil génital mâle au niveau du tube séminifère du testicule. راح تصرى في l'appareil génital mâle على مستوى الأنابيب المنوية تاع لي تستيكول تاع الخصيتين. ثاني حاجة قلنا حنديروها هما لي تستيكول اللي هما الخصيتين. لي تستيكول هما سي دو organes per ovoïde 5 cm de longue اي 3 سنتيمتر دو لارج. معناتها هما الخصيتين هما عضوان بيضاويان. بير معناتها زوج، اوفويد معناتها بيضاوي. عندهم 5 سنتيمتر الطول تاعهم و 3 سنتيمتر دو لارج. اي ديفيزي اون لوبيل، راح تكون مقسومة الى فصيصات. لوبيل معناتها فص، الى اون لوبيل. اي ديفيزي اون لوبيل راح تكون مقسومة الى فصيصات. Chaque lobule contient de 2 à 3 jusqu'à 4 tubes séminifères. كل لوبيل راح تكون في داخلها 3 ولا 2 من 2 حتى ل 3 جوسكا 4 تيوب سيمينيفير. كل لوبيل راح يكون فيها واحد ولا زوج حتى ماكسيموم 4 ماكسيموم 4 انبوب منوي. تيوب سيمينيفير معناتها انابيب منويه. كاين فيها لاكواف ليبيديديم. كواف معناتها غطاء، هي حتكون على شكل غطاء على لي تستيكول، وليبيديديم بالفصحى هو البربخ. chaque testicule élongé dans une poche de revêtu de pont appelé scrotum. كل خصية راح تكون في كيس مبطن بالجلد يسمى كيس الصفن. راح تكون قلنا في كيس، توجد في كيس مبطن بالجلد يسمى كيس الصفن. كيس الصفن هو السكروتيوم. Chaque testicule est recouvre d'une enveloppe conjonctive épacée appelée l'albugénie. رايحة تكون مغطاة بنسيج ضام يسمى l'albugénie. enveloppe conjonctive. conjonctive معناتها ضام. épacé معناتها سميك، نقولوله l'albugénie. هذه أنشيمة لي تستيكول، لازم تحفظوا البيانات اللي فيها. فوالا ها هي ليبيديديم، ها هي ليبيديديم. راح تكون على شكل غطاء، على شكل انكواف لي تستيكول. فيها لا كانال ايبيديديم، قناة تاع البربخ. هذه كانال ديفيرون، قناة ناقلة، قناة ناقلة. ها هي هذا لو كو تاع ليبيديديم، الذيل تاعها من تحت، وهذا لا تات دو ليبيديديم.
ها هم لي لوبيل هادو اللي هنا، هادو كامل لي لوبيل. هذا اللي داخلها هما لي تيب سيمونيفير، شوفوا كيفاه ملويين على شكل حلزوني. راح يكونوا قلنا من 2 حتى ل 3 جوسكا 4 تيب سيمونيفير. ها هم ملويين، هادو كامل لي تيب سيمونيفير. لي تيب سيمونيفير يكونوا داخل الفصيصات يكونوا داخل الخصية، هكا باش ما تدخلكمش الحالة. عاودوا، عندنا لي تيب سيمونيفير يكونوا داخل الفصيصات يكونوا داخل الخصية هكا. وهذا l'albuginé قلنا هو عبارة عن نسيج ضام، ان تيسي كونجونكتيف ولا انفلوب كونجونكتيف سميك ايباسي، يكون تكون مغطاة به، تكون الخصية مغطاة به. نتمنى تكونوا فهمتوها وتحفظوا البيانات مليح مليح، باسكو قادر يجيبوا لكم رسمه ويقول لكم اعطوني البيانات تاعها. في لا بوبرتي هو سن البلوغ. في لا بوبرتي راح تصنع لا سيكريسيون دو تستوستيرون ديكلونش لا ماتوراسيون دو سيستم جينيتال. كي يوصل سن البلوغ تاع لو مال راح تصنع لا سيكريسيون دو تستوستيرون. لا سيكريسيون تاع التستوستيرون التستوستيرون هو عباره عن هرمون ذكري. راح يصرى الافراز تاعو من طرف كاين خلايا يفرزوه سبيسياليزي في لي تيستيكول، من بعد نشوفوهم شي هما. كي تصرالنا لا سيكريسيون تاع هذا الهرمون التستوستيرون راح تبدا لنا لا ماتوراسيون تاع لو سيستم جينيتال، راح يبدا لنا نضج لاباغاي جينيتال مال، الجهاز التناسلي الذكري راح ينضج لنا، راح يبدا يخدم. فوالا سي لا فان. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع فوزامي، وما تنساوش من صالح الدعاء تاعكم ليا باذن الله. وما فهمتوش حاجه قولوها لي في الكومونتير، نورمال نعاود نفهمها لكم. اذا ما عجبتكمش طريقه الشرح نعاود نبدلها. ما فهمتوش اي حاجه تقدروا تقولوها لي في الكومونتير، نيمبورط كال حاجه ما فهمتوهاش تقدروا تقولوها لي في الكومونتير نفهمها لكم باذن الله. بون كوراج، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. بون كوراج.